شايفين يا جماعه البطارخ دي المانجا دي. انا بقى ايه عارف ان انتوا طبعا ايه كله عارف البطارخ ايه مشويه بالزبده او في الطاجن. هعمل لكم كده سندوتش بقى ايه بطارخ مقليه، حاجه كده للتاريخ افتكروها. يلا بينا هنوريكم الطريقه عامله ازاي. ادي يا جماعه البطارخ، اول حاجه عملناها ان احنا جبناها غسلناها كويس بالميه، واهم حاجه شلنا عرق الدم اللي بيبقى هنا ده اهو، ده مش فيه عرق احمر هنا شلناه اهو تمام. وادي التاني اهو هتلاقي برده عرق الدم اتشال. بعد كده حطينا اهو ايه 5 دقايق في التتبيله اللي هي بتاعه المقلي العادي اللي هي الثوم بالكمون بكده، وعصرنا عليها ايه ليمونه تمام. بص حتى لونها ابتدى يتغير اهو من الليمون والتتبيله ابتدت تبقى فاتحه تمام، لان هي ايه يعتبر الحاجات دي بتسويها بتبتدي في التسويه تمام. لونها خلاص ما بقاش ايه اورنج زي ما كانت اهي، وهنسيبها 5 دقايق وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي اهو رميناها ونبتدي ايه في الدقيق واحده واحده. ودلوقتي هنطلعها ونقلي وبعد كده اوريكم بقى هنعمل ايه. ادي كده يا جماعه قليناها اهي، لسه طالعه اهي من النار سخنه نار طبعا. نقطعها سخنه ازاي، بص قرب سخنه نار تمام. طبعا لو انت هتعمل زي كده وهتتبل وتقطع اكل هيتاكل خلاص على البلانشه بتاعت التقطيع، لازم تبقى معقمها كويس وتبقى هي معموله مخصوص لكده، ما ينفعش تقطع عليها سمك ني وحاجات وبعد كده ترجع ايه تشغلها في العادي. ادي كده ادي ايه البطارخ دي ايه كده، شويه بصل رفيع خالص، شويه فلفل كده لزوم ايه الشطشطه، شويه كده شبت، كزبره ناشفه، شويه ليمون. لخبط بقى الكلام ده كله كده وننزل عليه بقى بشويه ايه طحينه. وادي بقى كده العيش البلدي، هات حط شويه جرجير جوه، خد بقى ايه الخلطه بتاعتك. بص الجمال، احلى سندوتش بطارخ بالجرجير، حاجه خيال. صباح الفل عليكم.